السلام عليكم طلاب جريد 7. النهارده إن شاء الله هنحل Cumulative Test 5 تحت عنوان Multiplying an algebraic term by an algebraic term or an algebraic expression. السؤال الأول choose the correct answer. Negative 5x power 2 times 2x power 3. طبعا هنعمل times للنيجاتيف 5 وال2 ألا وهي negative 10 والx power 2 times x power 3 هنكتب x واحدة ونعمل plus للباورز لأن في التايمز بنعمل adding للباورز 2 plus 3 which equals 5 يبقى الإجابة negative 10x power 5. السؤال التاني 8x times 3x minus 5y. طبعا هنا هنعمل distribution ال 8x هنعملها مرة times 3x ونعملها مرة times negative 5y. نبدأ بأول times ال 8 times 3 اللي هي ب 24 وال x times x اللي هي ب x power 2. نروح لتاني multiply ال 8x times negative 5y 8 times negative 5 ب negative 40 وال x times ال y هتبقى xy لأنهم unlike algebraic terms يبقى الانسر بتاعتي هتكون letter C. السؤال الثالث What is the algebraic expression that represents the area of the opposite rectangle؟ كلنا عارفين إن area الريكتانجل بيسأل عن الاريا. طيب يبقى الاريا equals اللينث times الويدث. فين اللينث؟ اللي هو 2x plus 7. فين الويدث؟ اللي هو 3x. طيب يلا بينا يبقى هنبدل الأماكن نحط مكان اللينث الفاليو بتاعتها والويدث لنفس الفاليو أو لو بدلناهم مفيش مشكلة لأن كده ممكن نعمل commutative property. هنبدأ نعمل times ال 3x times ال 2x plus 7. ال 3x هنعملها times ال 2x الأول وبعد كده نرجع تاني نعملها times الإيه؟ times ال 7. 3x times 2x ب 6x power 2 و 3x times 7 ب 21x والساين كانت بوزيتيف زي ما هي. يبقى الإجابة هتكون letter D. السؤال الرابع 5 power negative 3 times A equals 1. هنا number عملنا له times الريسبريكال بتاعه أو المالتيبليكيتيف انفرس بتاعه فالإجابة بقت 1. يبقى أكيد هنا ال A كانت ب 5 power 3 عشان 5 power negative 3 لما نعملها times 5 power 3 هتبقى الإجابة ب 1 أو بشكل آخر ال 5 power negative 3 اللي هي 1 over 5 power 3 محتاجين نعمل لها times 5 power 3 عشان اللي فوق يتكنسل مع اللي تحت يتبقى لي 5 power 0 اللي هي ب 1 أو نعمل subtract للباورز نكتب ال 5 مرة واحدة بس و 3 minus 3 اللي هي ب 0 اللي هي برضه هت equals في الآخر 1. بطريقة تانية ال 5 باور نيجاتيف 3 لو عملناها تايمز 5 باور 3 برضه هت equals هنكتب ال 5 مرة واحدة ونعمل adding للباورز اللي هي ب 0. 5 باور 0 اللي هي برضه ب 1. يبقى الإجابة letter B. السؤال الخامس A cube has a volume of x power 6. Then what is the length of its edge؟ عندنا كيوب وعندنا كلمة volume. طب ايه الرولز اللي احنا عارفينها عن الكيوب؟ عارفين ان الفوليوم اوف كيوب عبارة عن الايدج تايمز الايدج تايمز الايدج الا وهي الايدج باور 3. فبالتالي لو انا محتاج اجيب الايدج عشان هو طالب مني الايدج هاخد الكيوب روت للفوليوم. يعني هناخد الكيوب روت للاكس باور 6 لان الفوليوم فوق باكس باور 6 يبقى كيوب روت اكس باور 6. طيب بتتحل ازاي دي يا شباب؟ بنكتب الاكس باور 6 زي ما هي وال3 اللي على الروت من بره تنزل تحت الباور بالديفايد. تاني اي سكوير روت اي كيوب روت اي روت عليه رقم من بره هنا الرقم اللي بره ده يا شباب بينزل تحت الباور اللي موجود على الاكس اللي جوه. تاني هنا اكس باور 6 هننزل تحتيها 3 فبقت كانها اكس باور 6 divided by 3 او over 3 اللي هي باكس باور كام؟ اكس باور 2. يبقى الاجابه
x power 2. سهلة. السؤال التاني simplify to its simplest form. مدينا expression وعايزين نعمل له simplify. نبدأ بالsimplify الأول. أول حاجة نعمل distribution، هو بيطلب مني simplify. يلا distribution لل 4x مرة times 3x ومرة times negative 1. 4 times 3 اللي هي ب 12 و x times x ب x power 2. طب 4 times negative 1 ب negative 4 والx زي ما هي، يعني 4x times negative 1 ألا وهي negative 4x. عندنا برضو لسه 2x محتاجين نعمل لها distribution. ال 2x مرة times ال x وال 2x مرة times 3. 2x times x ب 2x power 2 و 2x times 3 2 times 3 اللي هي ب 6، يبقى الإجابة 6x. بعد كده هنعمل simplify. هتلاحظوا إن ال 12x power 2 وال 2x power 2 الاتنين من نفس ال like terms أو الاتنين like terms. ليه؟ لأن ده x power 2 وده x power 2، فممكن نعمل لهم adding مع بعض. يبقى الاتنين دول مع بعض ب 14x power 2 لو جمعناهم. وعندنا كمان النيجاتيف 4x والبوزيتيف 6x من نفس الفاميلي like algebraic terms، ده x باور 1 وده x باور 1، نقدر نعمل لهم adding. معايا 6x وخسرت 4x يبقى still معايا 2x. سهلة كده. يبقى دي كده الsimplify أو simplest form. عايزين ايه تاني؟ عايزين كمان النيوميريكال value لما كانت الاكس بنيجاتيف 1. هقوم رايح كده قايل له كده at x بت equals negative 1، هشيل كل x هنا واحط مكانها negative 1. يعني ال 14 زي ما هي، مكان ال x باور 2 ده هحط مكانها negative 1 باور 2 بلس ال 2x مكان ال x ده هحط مكانها negative 1. يبقى انا كده عملت replacement لكل x وحطيت مكانها negative 1. نبدأ نعمل simplify. ال negative 1 باور 2 اللي هو 1 1 times 14 ب 14. ال 2 times negative 1 اللي هي ب negative 2. 14 minus 2 which equals 12. يبقى ال 12 هي ال simplest form أو ال numerical value اللي هو عايزها. يبقى كده خلصنا المطلوبين اللي في الكويستشن ده. السؤال الثالث find the solution set فين؟ في الكيوب. أول حاجة هنبدأ نعمل distribution للإكس اللي بره هنا دي. الإكس مرة times الإكس والإكس مرة times النيجاتيف 3. يلا x times x اللي هي ب x باور 2 و x times negative 3 اللي هي بنيجاتيف 3x. خلصنا الديستريبيوشن الأول. يلا نروح لل 3 اللي هنا، هنحتاج نعمل لها ديستريبيوشن برضو على البراكت ده. 3 times x اللي هي ب 3x. 3 times negative 27 اللي هي negative 81. كل ده بيكوالز 0. لو جينا نلاحظ هنا يا شباب هنلاقي إن 3x مرة بالبوزيتيف ومرة بالنيجاتيف. طب ما احنا كده ممكن نكنسلهم مع بعض، ما عادش باقي لي غير الاكس باور 2 لوحدها والنيجاتيف 81 وكل ده بيكوالز الزيرو. ممكن نودي النيجاتيف 81 الناحية التانية، فبالتالي الاكس باور 2 هتيكوالز بوزيتيف 81. فبالتالي لو انا عايز اجيب الفاليو بتاعت الاكس محتاج اخد السكوير روت للطرفين، يبقى by taking the square root for both terms. وخدوا بالكم في الخطوة الجاية لأن في حتة مهمة جدا معظم الناس بتغلط فيها، إن لما يبقى عندي x باور 2 وباخد لها السكوير روت اوعى تنسى البوزيتيف اور نيجاتيف. تاني، لو أنا عندي x باور 2 باخد لها السكوير روت اوعى تنسى البوزيتيف اور نيجاتيف. يبقى الاكس دلوقتي بت equals positive or negative 9. اوعى حد ينسى البوزيتيف اور نيجاتيف لما يبقى عندي x باور 2. تمام. يبقى هو لو عايز السوليوشن سيت نشوف هو عايز السوليوشن سيت فين. هو بيسألنا عن السوليوشن سيت في الكيو اللي هي الراشونال نمبرز. هل البوزيتيف 9 والنيجاتيف 9 موجودين في الكيو اللي هي الراشونال نمبرز اللي هي بتنكتب في شكل fractions؟ ايوه موجودين. فبالتالي نقدر نقول ان السوليوشن سيت therefore the solution set equals the set of negative 9 and 9. السؤال الثالث
find the solution set برضو في الكيو للإكسبريشن ده. ممكن يا شباب نبدل النيجاتيف 4 مكان ال 2x باور 3 وال 2x باور 3 مكان النيجاتيف 4، بحيث إن الليفت هاند سايد كله هيكون كده x باور 3 والرايت هاند سايد هيكون كله numbers بس. يلا نبدل الأماكن. يبقى 3x باور 3 ها ال 2x باور 3 لما تعدي الناحية التانية هي كانت بالبوزيتيف فهتعدي بالنيجاتيف، هتبقى نيجاتيف 2x باور 3. طب وال4 كانت بالنيجاتيف هتعدي الناحية التانية بالبوزيتيف فبقت بوزيتيف 4، ولسه في كمان عندنا بوزيتيف 4. يبقى احنا بدلنا الاتنين دول بس وغيرنا الساينز بتاعتهم. معايا 3x باور 3 وخدت منهم 2x باور 3، يتبقى لي x باور 3 واحدة و4 بلس 4 اللي هي ب 8. طب انا عايز الاكس الواحدة بس، يبقى ناخد الكيوب روت للطرفين، يبقى by taking the cube root for both terms. لما ناخد الكيوب روت للاكس باور 3 هتكون اجابه باكس، والكيوب روت ل 8 اللي هي ب 2. مفيش بوزيتيف اور نيجاتيف في الكيوب روت، بتكون البوزيتيف اور نيجاتيف لو اكس باور 2 فقط. تمام. يبقى نقدر نشوف دلوقتي ال 2 موجوده في الكيو، مش هو بيسأل عن السوليوشن سيت ان كيو، ال 2 موجوده في الكيو، فبالتالي therefore the solution set هي equals the set of A of 2. السؤال الرابع عايز السوليوشن سيت برضو هنا بس للانيكواليتي. الانيكواليتي بيكون فيها العلامة دي smaller than greater than وهكذا، أما الإيكويشن بتكون equal. فبالتالي دي هنا كده inequality. محتاجين أول حاجة نعملها نعمل distribution للإيه؟ لل2. ال2 تدخل جوه البراكت ده بالتايمز مرة مع 3 وبالتايمز مرة مع النيجاتيف 2x. يلا 2 تايمز 3 اللي هي ب 6 و2 تايمز نيجاتيف 2x اللي هي بنيجاتيف 4x. كل ده smaller than ال 4 زي ما هي. طيب ممكن نودي ال 6 دي الناحية التانية علشان نخلي الاكس هي اللي على الليفت هاند سايد وبقية النمبرز هي اللي على الرايت هاند سايد. فهنودي ال 6 الناحية التانية، بدل ما هي كانت بالبلس هتروح هناك بالماينس، فما عادش باقي على الليفت هاند سايد غير النيجاتيف 4x smaller than ايه؟ ال 4 زي ما هي، وال 6 لما عدت الناحية التانية راحت بالنيجاتيف 6. يلا 4 minus 6 اللي هي بنيجاتيف 2، يبقى النيجاتيف 4x زي ما هي is smaller than نيجاتيف 2. اتفقنا يا شباب لما يكون الكوفيشنت بتاع الاكس، لما يكون كوفيشنت الاكس بالنيجاتيف وبنوديه الناحية التانية بالتايمز أو بالديفايد، اوعى تنسى تغير الانيكواليتي. هنا النيجاتيف 4 كأنها multiplied by الاكس، فبالتالي عشان أوديها الناحية التانية هعملها divided by، ونقدر نقول إن الكوفيشنت بتاع الاكس هو النيجاتيف 4 أصلا وموجود بالنيجاتيف وهنوديه الناحية التانية بالديفايد، فمعنى كده إن الانيكواليتي لازم تتغير، بدل ما كانت less than هتبقى greater than، فهتبقى الاكس greater than negative 2 divided by negative 4. يبقى نقدر نكنسل النيجاتيف مع النيجاتيف والاكس تكون greater than 2 over 4 اللي هي بهاف. هو عايز السوليوشن سيت فين؟ عايز السوليوشن سيت في زي. ايه الزي؟ اللي هي الانتجرز اللي هي الهول نمبرز، يعني الارقام بتاعتي لازم أن تكون هول نمبرز وليس فراكشن. يعني الهاف كده مش هينفع نكتبه، هنكتب الهولز اللي اكبر اللي greater than الهاف، مش الاكس greater than الهاف. يلا ننقي النمبرز كده اللي هي هولز بس وتكون اكبر من الهاف. ايه الهول نمبرز اللي اكبر من هاف؟ يبقى السوليوشن سيت هيكون the set of 1 لانه اكبر من هاف و2 3 4 and so on. سهلة. السؤال نمبر 2 هنا برضو نفس الكلام يا شباب، هنعمل distribution لل2. هو عايز السوليوشن سيت، يبقى محتاجين نخلي الاكس في طرف لوحدها والارقام في طرف لوحدها، فبالتالي هنعمل distribution لل2. 2 times x اللي هي ب 2x، 2 times negative 5 اللي هي بنيجاتيف 10، والنيجاتيف 1 زي ما هي تنزل زي ما هي، less than 7 زي ما هي، ويلا بينا نيجاتيف 10
ونيجاتيف 1 ممكن نعمل لهم adding فهيبقوا كأنهم نيجاتيف 11. يبقى 2x minus 11 is less than 7. ممكن نودي النيجاتيف 11 دلوقتي الناحية التانية عشان نسيب الإكس في طرف لوحدها. فالنيجاتيف 11 لما تعدي الناحية التانية هتروح بالبوزيتيف 11. فبقت 2x is less than 7 plus 11. يعني 2x less than الايه 7 plus 11 اللي هي ب 18. نعمل divided by 2 او نودي ال 2 ده الناحية التانية بالديفايد. اتأكد بقى ان الكوفيشن بتاع الاكس بوزيتيف يبقى الانيكواليتي مش هتتغير. اما لو كانت ال 2 دي نيجاتيف كنا هنغير الانيكواليتي، بدل ما هي less than هتبقى greater than، ولكن هنا مش هتتغير لان ال 2 بوزيتيف. فهنقدر نقول ان الاكس دلوقتي less than عادي جدا زي ما هي الساين 18 divided by 2 يبقى الاكس less than 9. هو عايز السوليوشن سيت فين؟ في الكيو. قلنا الكيو دي بقى السوليوشن سيت بتاعها زي الكوين كده بينكتب بشكل خاص بيه. بنقوم قايلين therefore the solution set اسطمبة واحدة بتنحفظ اللي هي the set of x where x belongs to q and الحتة دي ثابتة والحتة دي بس المتغيرة. الإجابة كانت x less than 9. نكتبها زي ما هي هنا x less than 9. وبكده نكون انتهينا من ال cumulative test. والسلام عليكم.